السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بخصوص أبو الجود وأنور علي كويشيب، وخصوص القبض التم في دولة تشاد. شكرا يا تشاد يا أخت بلادي، شكرا يا تشاد يا أخت بلادي. والله يا أخواننا رخصان اللي بتسويه في الناس أكتر من كده، أكتر من كده. الناس دي يا أخواننا الواضح كده الشيء لرخصان، لأن رخصان قبل كم فترة كده ما كانت ادت لها واحد كده ايفون وكده، فهم طمعوا في الايفون حق هذا، عشان كده من محلهم ده ركبوا ومشوا. والله يا ابو الجيد انت قال لك قيمه، الناس دي كانوا مغيمينك قيمه، مغيمينك قيمه، والناس دي كلها كانوا خاتينك في الراس. مما تبع انور عليك وشيب ده خلاص، انت ميتينك طلع وابو اهلك طلع وبقي سول ما نافع وخلاص. هذا الله جعله، ده امتحان من رب العالمين. ميم يا الله يفيك اسركم، لكن انتوا خلاص. والله لو وقعت في الحكومه في يد الحكومه التشاديه انا افتكر موضوعكم ساي، لكن لو وقعتوا في الزغاوه دي خلاص والله دينكم يطلع، اقسم بالله دينكم يطلع وحياة الله. وفي حديث متداول انه يا اخي مسكوا ابو الجود ودايرين يبدلوا قال بالراستا ومنو ما عارف. هوي ابو الجود ده يا زول، ابو الجود ده ممكن زمان ده، زمان ممكن شنو الناس تقيف معاه وتعمل، لكن تاني خلاص. هسه الان موضوع انتهى خلاص، زول ده كتابة شطة وموضوع انتهى. احنا شوف قضيتنا دي، والله لو حلقت شعرك ساكت نحن بنحاسبك، لو حلقت شعرك بس الله ده يغضب عليك اقسم بالله يدخلك في حته لا من ميتينك يطلع ذاته. لانه الزول ده قاموا هنا الشباب دي قاموا لا كلموا زول، بس مشوا قريب بجاي بس حلقوا شعرهم يا صاحبي وشربوا لهم شيشه ويتوكلوا. تقول ما عندك ورق، ما عندك ما شوين يا زول، ما شوين، ما عندك ورق ما شوين. هذاك واسي مسكوكم موضوعكم انت. واسي تقريبا اسي قبل شويه كان الزول ده قاعد في السجن، لكن داك ما سجن. عارف حاجه زي القرفه كده، غرفة كده بيكون قد واحد من مرتزقة الزغاوة دي اللي بيهم قوضهم ودخلهم جو هناك. والله لو وقعت في يد الزغاوة، وقعت في يد الزغاوة خلاص معاكم العفو والعفو والسماح بس. والله العظيم ده الحاصل والله. خلاص يا اخي يصل ده الشغل نحن ما دارين نلوكو ذات، اقسم بالله العظيم فضحتونا ذات مع الفلنقايات. الليله السوشيال ميديا ده كله شغال، بس اللي ده يشردوا وده يشردوا وده يشردوا وده يشردوا وده يشردوا خلاص. والله يا غفر ده، لكن انت من انور عليك وشيف ده جاك انت خلاص خلصون ده خربك نهائيا ذات، اقسم بالله. قال شنو انت بتمشي لا يا اخي يا زول ده، بس الكلام اللي دايرين نقوله وشيروا الرساله خلاص تصل.